تخيلوا وحده حامله في الشهر التاسع، كتسنى ديك البنيه اللي غادي تولد وفرحانه بها، تجي صاحبتها وتفتح ليها الكرج ديالها وتجبد ديك البنيه وتركب في الطوموبيل وديماري. تخيلوا، هذه راه ماشي فيلم تاع الرعب، فعلا قصه حقيقيه وقعت في 2020 في ولايه تكساس في امريكا، وتصنفت من ابشع الجرائم اللي وقعت في العصر الحديث. هذه قصة ديال واحد الوحدة مريضة نفسية سميتها تايلر باركر، اللي استغلت الثقة ديال أقرب صديقة لها ودارت هاد الفعيل كلهم. تايلر باركر كانت واحد شابة اللي في العمر ديالها 29 عام، كانت عايشة مع الحبيب ديالها، كانت كتبغيه بزاف وكانت بغاتو باش يتزوج بها. بالنسبة لتايلر ما كانش كتولد، يعني كانت دارت عملية، كانت دارت اكسيدون وحيدوا لي الرحم ديالها، ولكن الحبيب ديالها ما عارفش، حتى العائله المقربه ديالها ما كانوش عارفين بانها محيده الرحم، وهذا الشيء كان مأثر عليها بزاف. كانت دائما تتمنى تولد، يعني كان مأثر عليها نفسيا، وهي كتبغي الحبيب ديالها وبغاتو يتزوج بها. وباش غيتزوج بها قالت له بانني انا حامله. السيد فرح، العائله ديالها فرحانين، كل شيء فرح، وفعلا بدات كتعيش اجواء، يعني كل شيء المراحل والاجواء ديال الحمل. المهم كذبات الكذبه وصدقاتها. المهم بدات تتقيا، كتسخاف، ناعس على ظهرها، داكشي كله دارته مثلات. المهم ملي بدا البطن ديالها، باش يبدا البطن ديالها يعني خاصو يبان، دارت بطن اصطناعي من السيليكون، يعني شرات بزاف ديال الانواع ديال 3 شهور 6 شهور 7. المهم كل مره كدير نوع، يعني كانت ذكيه بزاف. وكان داك الحبيب ديالها كتوهمه بانها راه مشات عند الطبيب وقال لها كل شيء مزيان، حتى يقول لي واش نمشي معاك، وهذه يعني تيقول بان ما كان دائما كترفض يمشي معاه، ولكن هو ما كان كيدي ما كيجيب، كان طايق فيها. كتقول له لا سير انت الخدمه ديالك وداك الشيء، لان هي كانت في الدار وزعما وكتمشي بوحدها. وكانت كتصور دائما بان عند العياده ديال الطبيب، اني دخلت عند الطبيب، كتشري حويجات ديال الوليدات الصغار وكتصورهم وكتحطهم يعني فوق كرشها وكتصورهم، وشاده كرشها هكذاك حامله، كنشر في الفيسبوك في الانستغرام. المهم كل شيء مصدق بانها حامله، يعني اقرب مقربين، يعني حتى الحبيب ديالها اللي عايش معاها كان مصدقه بانها حامله. المهم بالنسبه لتايلر دخلت الجروبات ديال النساء الحوامل، يعني كيتبادلوا الافكار والخبرات بيناتهم، ومتى هي دخلت على اساس انها حامله. وبالنسبه للحبيب ديالها المهم زورات تحاليل وكانت كتزور المهم دوك الورق ديال الموجات فوق الصوتيه او ليكوغرافي، يعني كانت كتصور داكشي وكتجيب وكتوريه ليه وكيطيق. المهم هي دخلت الجروبات وكتضرب انني حامله والمشكل اللي عندي. ومهم وهي تعرف على واحد الوحده سميتها ريغان بانكوك، كانت في العمر ديالها 21 عام، كانت مزوجه وعندها بنيته عندها 3 شهور، وكانت عندها 3 سنين عفوا، وكانت حامله. المهم تعرفت عليها، بقات كتقرب منها حتى ولات كتمشي عندها للدار، ولا يعني كتمشي عندها للدار، واخا ما كانش ديك الصداقه بيناتهم كبيره بزاف، ما تعرفوش مده طويله، ولكن المهم هي كانت الغرض ديالها باش تعرف عليها، ولات كتمشي عندها للدار، كتبقى تلعب مع بنتها كتزورها. المهم وهذيك السيده، هذيك البنت اللي باقا صغيره عندها 21 عام، كانت طيبه ونيه بزاف، من غير من تصور كتبان انها كانت ظريفه بزاف وكتثيق فيها، يعني حتى هي كتمشي حامله دايره راسها حامله. المهم كانت تثيق انا مرا حامله. المهم سميتها بالنسبه لريغان دارت حفله جنس المولود، وكانت عندها بنيته وحضرات معاها، وجات حتى هي دارت حفله جنس المولود وعندها بنت هي، وكتبكي بالفرحه، والعائله ديالها كيبكي والحبيب ديالها كيبكي، ونشرات داكشي في الانستغرام وفي الفيسبوك ومتاثره. المهم كل شيء دارته. شحال جهده غادي تكذب
لان توصل 9 شهور خاصها تولد، هي حامله ولكن الجنين ما كاينش، خاصها منين غتجيب هذاك البيبي، منين غادي تجيبو. المهم هنا بدات كتفكر وشكون الضحيه اللي غادي يكون. ريغان بالطبع. المهم ماشي هي تسنات ريغان حتى غتولد وغتخطف ليها البيبي، لا لا، هي اشنو دارت. المهم نهار 9 اكتوبر 2020 مشات دقات على ريغان وفتحت ليها. وريغان كانت تقريبا في الاخر ديال الشهر الثامن، يعني راه باقي ليها شهر عاد باش تولد، باقي ما وصلش وقت الولاده ديالها. حلات عليها، دخلات يعني جات عندها ضيفه، دخلات شويه تهجم عليها، عرفت ما معاها حتى شي حد، هي تبدا كطعن فيها. المهم السيده غاديه بموس في الصاك ديالها وغاديه بالعده ديالها، طعناتها اكثر من 100 طعنه. غتقول لي اكثر من 100. يعني السيده حاقده. علاش انتي والده وحامله وانا ما عنديش بيبي، علاش يكون عندك انتي وانا لا؟ يعني بواحد الحقد. وهذا الشيء قالته في المحكمه، بانك كطعن فيه بواحد الحقد وكتغوت، وهذا الشيء كله قدام البنيته اللي في العمر ديالها 3 سنين اللي كانت كتجي وتلعب معاه. تخيل هاد البنيه كيفاش غادي تكون دابا في العمر ديالها تقريبا 8 سنين. وطعناتها حتى ماتت، وماشي غير ماتت، وهي تفتح ليها الكرش ديالها من الورك حتى الورك، وهي تجبد ديك البنيته، جبداتها باقا حيه كتغوت يعني. وبالنسبه لريكان كانت باقا ما ماتتش يعني موته، المهم سخفانه وكتشوف داكشي بعينيها. تخيل هذيك السيده شحال تعذبات. المهم جبدات داك الجنين، جبداتو دارتو في منطق وهي تخرج كتجري، ركبات في الطوموبيل وباقي بداك الحبل السري وبالدمايات، وداك البنت كتغوت وغاديه سايقه الطوموبيل بواحد السرعه تقريبا ضربات شي 15 كيلومتر. وما يجدوا البوليس، هي كانت غاديه بداك البيبي لشي بلاصه، يعني راه كانت غاديه به حتى جا البوليس. عاد يتفاجئوا بان عندها بيبي فوق ركابي، غاديه دايره فوق ركابها. بدات كتبكي وقالت لهم عتقوني بانني انا راه ولدت في الطريق، راه يلاه ولدت وعتقوا لي يا بنتي راه غادي تموت، وكتبكي. البوليس طبيعه الحال طيقوها، عيطوا للامبيلانس، المهم داوها للسبيطار. للاسف ملي دخلوا ديك البنيته توفات، وهي ملي قالوا لها بانك تنتي راه خاصك، يعني خاصك يلاه ولدتي وداكشي، راه خاصك ندخلوك تنتي لعند الطبيب وداكشي. ما بغاتش، يعني ما بغاتش، كتبكي على ديك البنيته اللي ماتت وما بغاتش. ملي ما بغاتش يعني دخلوها بزز. هما قالوا راه السيده راه بقات فيها بنتها، راه نفسيا هيستيريا. ملي دخلوا دقوا ليها واحد البرا باش يهدنوها حتى تهدنات، يعني حتى بحال نعسات، وقالوا زعما باش يكشفوا عليها ويداويوها وداكشي. قالوا زعما راه السيده لان فقدات البنت ديالها بهذه الطريقه، راه داكشي باش جات هذاك الهستيريا. تيتفاجئوا بان لقاو السيده ما حامله ما والده ما حتى شي حاجه. صافي شدوها عندهم وعيطوا للبوليس. ملي جاو البوليس صافي خلوتها فقط وما يعرفوا كل شيء. تخيل عاد اعترفت ليهم بان داكشي كله هي اللي كانت كتخطط ليه، وبان ملي جاو دخلوا التليفون ديالها وعرفوا لقاو بان السيده كانت كتدخل لجوجل وكتعلم كيفاش دير الولاده القيصريه. يعني كان داكشي كله مخطط عليه. والعائله ديالها وداك الحبيب ديالها تفاجئ بزاف، قال عمري ما يعني ما زعما ما كذبتها ولا شي حاجه، كنت دائما ثق بها بانني حامله، كنت مصدقها. وزعما قال ما كانش كنقرب ليها لان كانت تقول لي انا مريضه انا عيانه، كتبدا كتقيا شويه، كتسخاف شويه، كنبغي نعس بوحدي هذه بانني متقلق. وكان يعني مطيق داكشي كله، تيقول بان حامله. وقال انا كنت زعما ننتظر داك الابن ديالي، وكنا بغينا نتزوجوا انا وياها والعائله ديالها حتى ما تصدموا. وتخيلوا يعني تخيلوا على جريمه كي دايره، يعني راه فعلا تصنفت من ابشع الجرائم في العصر الحديث. ومن 2020 حكموا عليها ب 2022 بالاعدام، واستأنفت الحكم، ولا دابا تأيد الحكم نهار 30 في شهر 8 تحكم عليها بالاعدام، يعني غادي يعدموها.